السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ ان شاء الله تكونوا كامله بخير. اليوم جبت لكم وصفه ولا اروع. صابلين مروحه بمقادير بسيطه والنتيجه ولا اروع. نقولوا بسم الله البنات ونروحوا للمقادير وطريقه التحضير. هنا في كاسرونه البنات عندي ربع كاس حليب كما راكم تشوفوا، ربع كاس نديرها في كاسرونه. عندي كاس سكر ناقص 2 صباع. البنات نقصوا شويه الحلاوه. نديرها مع داك الحليب، ندير رشه تاع ملح ونخلطو مليح حتى يذوب السكر. بهذه الطريقه نخلطو مليح حتى نشوفوا السكر نتاعنا ذاب. غادي نحطوه فوق النار على نار قليله مع التحريكه البنات حتى يذوب لنا داك السكر، ونقلعوه من فوق النار. بهذه الطريقه مع التحريك لازم نحركوه. هنا بعد ما ذاب السكر البنات نقعلوه فوق النار. هنا درت له شويه فاني، نخلطوه مليح ونخلو الخليط نتاعنا يبرد، لازم يبرد. هنا في اناء عندي 100 غرام زبده تكون طريه درجه حراره الغرفه. هنا عندي حبه بيض. نخلطوا هذا الخليط مليح البنات، الزبده مع البيض نخلطوها مليح. هنا البنات عندي ملعقه كبيره نوض كوكو محمصه. الا عندكم ديروها، ما عندكوش ما ديروهاش، لكم الاختيار البنات، بصح تعطيها بنه ولا اروع. هنا نضيفوا الخليط البنات بعد ما برد تدريجيا، نديروا شويه ونخلطوا. هنا قسمته على 3 مرات، ندير شويه ونخلط حتى نتحصل على خليط كريمي. بهذه الطريقه كما راكم تشوفوا نضيفوه تدريجيا. لازم يكون بارد، لازم يكون بارد الخليط. بعد ما خلط الخليط البنات نضيف الفرينه تدريجيا. هنا درت 2 كيسان فرينه ونخلطوها بالعقل. وصفه سهله البنات، تحضريها في رمشه عين. جاوك ضياف على غفله تحمر لك الوجه، جات ما شاء الله. انا عندي كاس ثالث نضيفه تدريجيا. انا عندي كيس خميره الحلوى، نضيفو الفرينه تدريجيا باش ما تجيناش العجينه يابسه البنات. خلطوها بالعقل، ما نعجنوش العجينه، نخلطوها غير بالعقل ونضيفو الفرينه تدريجيا حتى نحصلوا على عجينه طريه. هنا البنات العجينه ما تعجنوهاش البنات، لمدوها غير باطراف الاصابع كما راكم تشوفوا باش ما يجيكوش صابلي يابس. هنا كملت الكاس الثالث تاع الفرينه، جاني نيشان. شوفوا البنات حصلنا العجينه ما شاء الله، نخلوها ترتاح. نحضروا الطليه البنات. عندي صفار بيضاء، شويه حليب، ملعقه صغيره كاكاو تكون نواغ. نخلطوا هذا الخليط مليح. نفتحوا العجينه البنات بعد ما ارتاحت.
تفتحوهاش رقيقه بزاف، تكون شويه خشينه. بهذه الطريقه. عندي هذه القطاعه، نقطع دوائر بهذا الشكل. هنا البنات نقسموا الحبه على 2 بهذه الطريقه، تكون شويه خشينه كما راكم تشوفوا. نكملوا الحبات كاع اللي عندنا. كملوا الحبات بهذه الطريقه البنات. يعني البنات بعد ما كملت كاع الحبات حطيتهم في الصني، دوكا ندهنوهم بهذه الطريقه. هنا بالموس نشكلوا دوك الخطوط البنات على شكل مروحيه، طريقه سهله كما راكم تشوفوا. هنا نبداو بالوسط البنات ومن بعد نكمل الاطراف باش تحصلوا على هذا الشكل. طريقه سهله وبسيطه. نتمنى تكونوا فهمتوا الطريقه، طريقه سهله. نكملوا كاع الحبات اللي عندنا. هنا الفرن مسخن من قبل، ما يدوش الوقت بزاف. ها هي النتيجه البنات، شوفوا جاو ما شاء الله، جاو ولا اروع. شوفوا البنات، صاب لي المروحه بمقادير بسيطه تحضريها في رمشه عين. جاو ولا اروع في المنظر وفي البنه. نتمنى تجربوا الوصفه تنجحوا فيها، وما تنساوش تدعموني باللايك وشي تعليق زوين. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.